مواقف وطرائف صيانة الموبايل. أنا في كورس الممارسين وقاعدين شغالين عملي علشان نثبت النظري اللي أخدناه. فحد قال لي أنا معايا إيه جهاز أندرويد عايزين نشتغل فيه ونصلحه وبتاع. فلقينا فيه شورت في الجهاز كان داخله مية. كان داخله مية الجهاز الأولاني. ده جهاز تاني اللي كان داخله مية. الجهاز كان مشغول فيه قبل كده. قعدنا نتتبع العطل واحدة واحدة لحد ما وصلنا لكذا احتمال، من ضمنهم اي سي الشحن. شلت اي سي الشحن، شبلنته، نزلته، نفس المشكلة بالظبط نفس السحب على الباور سبلاي ونفس التسريب على الكاميرا الحرارية. بعد كده قعدنا نفحص شوية دايود زينرز على المسار ونفس العطل بالظبط. فافتكروا ان في حد زميلهم معاه نفس الجهاز واقف على ابل لوجو، فقلنا ناخد من الجهاز. واقف ده هواوي، مش واقف على ابل لوجو، واقف على هواوي لوجو، معلش. اخدنا الاي سي من الجهاز التاني وركبناه في الجهاز ده. انا شلت الاي سي من الجهاز ده ركبته في الجهاز ده، واخدت الاي سي من الجهاز ده ركبته في الجهاز ده، الاتنين بدون شبلنه. يعني انا ما شبلنتش الاي سيين، الشبلنه كانت مظبوطه ورفعيتي للاي سي كانت مظبوطه، وقسنا ممانعات تحت الاي سي قبل ما اخد الخطوه دي. ما كانش فيه اي شورت في البورده، فكده الشورت جاي منين؟ جاي من الاي سي. ركبنا الاي سي ده مكان ده وده مكان ده، الجهازين اشتغلوا. فانا بصراحه مش عارف اقول لهم يعني اشتغلوا ازاي. انا بصراحه مش عارف اصلا الجهازين اشتغلوا ازاي. انتوا شفتوا الجهازين كان فيهم الجهاز كان فيه شورت ولا لا؟ وشيلنا الاي سي وشابلناه وكان راجع نفس الشورت ولا لا؟ وقسنا ممانعه كان في شورت من الاي سي. لما الاي سي بيتشال الشورت بيروح. وشيكنا على الاو في بي وشيلنا الاو في بي وعملنا القفله بتاعته، وكل ده كان الشورت موجود. لما شيلنا الاي سي حطيناه في الجهاز التاني، اشتغل ازاي؟ الشورت راح فين؟ فلو عندكم فكره الشورت راح فين اكتبوها لي في التعليقات تحت. انا بصراحه مش عارف هو فين، هندور عليه.